مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإرثية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. اختتام الدورة 16 الرياضية لقوات الدفاع الإريترية. جمعية الأطباء الإريترية تنظم سيمينارا للطلاب حول الآثار الجانبية للإدمان. مكتب التعليم في الإقليم الأوسط يكرم المعلمين النموذجيين. حماس توافق على بعض بنود خطط ترامب لغزة وتسعى للتفاوض. الهند والصين تقرران استئناف الرحلات المباشرة بعد توقفها 5 سنوات. تركيا وأمريكا في مأزق جديد بسبب توقف خدمات التأشيرات. أهلا بكم. اختتمت في 4 أكتوبر الدورة 16 للمنافسات الرياضية لقوات الدفاع الإريترية، والتي أقيمت منذ 1 سبتمبر تحت شعار جيش الفخر في خطنا درعنا المنيع. أقيمت المنافسات في 7 أنواع من الرياضات، وهي كرة القدم وكرة الطائرة والرماية والعرض العسكري والركض وكرة السلة والشطرنج في فئات الذكور والإناث من 10 فرق، ليحرز فريق قلبوب كأس الصدارة والميدالية الذهبية والجائزة المالية. وشكر المسؤول المكلف لقيادة الترفيه والتوجيه المعنوي الرائد في السعي التخلي في كلمته، شكر كل من ساهم في إنجاح البرنامج من خلال تشجيع الشباب على اكتشاف مواهبهم والمشاركة في المجال الذي يستطيعون التعبير عن مواهبهم، مذكرا أن المنافسات تمكن من إنتاج الشباب يمثلون البلاد في مختلف المحافل. وفي الختام تم توزيع الجوائز على اللاعبين المتميزين والمدربين المتميزين أيضا والفرق المتفوقة من أيدي ضيوف الشرف. تميز الحفل بعرض عسكري مصحوب برفقة موسيقية وعروض فنية متنوعة. وحضر الحفل الختامي ضيوف الشرف من بينهم وزيرة السياحة السيدة أسكالو منقريوس، ومساعد قائد الأركان وقائد قيادة الإمداد بوزارة الدفاع اللواء أسمرام جبرز جابهير، وقائد الجيش الشعبي الإريتري العميد التخل لبسو. نظمت جمعية الأطباء الإريترية يوم أمس 4 أكتوبر سيمينارا حول الإدمان وعواقبه، شارك فيه الشباب والطلبة بالإقليم الأوسط. وأشار رئيس الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا السيد صالح أحمد الدين في كلمته، أشار إلى أهمية توقيت الموضوع وحث الطلاب على إدراك ذلك ونقل المعرفة التي اكتسبوها إلى زملائهم. وأوضح رئيس جمعية الأطباء الإريترية الدكتور مسماي جبر هيوات أن الجمعية تعمل مع الوزارات والاتحادات المعنية لتقديم محاضرات مهنية هذا العام، وأن هذا السيمينار جزء منه. تناول السيمينار تعريفا عن الإدمان وأنواع الإدمان الضارة والتغيرات السلبية التي تحدث في الدماغ، وأسباب وأعراض الإدمان وعواقب الإدمان والإجراءات الوقائية والاحتياطات التي يجب على الشباب اتخاذها. وقال إن التبغ يحتوي على أكثر من 7000 مادة كيميائية، مضيفا أن شخصا واحدا يموت كل 6 ثواني في جميع أنحاء العالم، ونحو 8 ملايين شخص يموتون كل عام بسبب منتجات التبغ وإدمانها. وذكروا المشاركون أنهم وجدوا أن الندوة عززت معرفتهم بشأن عواقب الإدمان، وحثوا على أن تكون متاحة متواصلة. كرم مكتب التعليم في الإقليم الأوسط بمناسبة 5 أكتوبر اليوم العالمي للمعلم 36 معلما نموذجيا بالتنسيق مع جمعية المعلمين. وقد كرم في المناسبة التي جرت في قاعة الإكسبو معلمون مميزون من التمهيد وحتى المرحلة الثانوية خدموا في مهنة التعليم لأكثر من 8 سنوات. وأوضح رئيس جمعية المعلمين في الإقليم الأوسط الأستاذ دانيال منجستاب أن تشجيع المعلمين المتميزين يساهم في الجهود المبذولة لتحسين العملية التعليمية. وهنأ مسؤول مكتب التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي حبت جابر المعلمين المكرمين، وقال إن يوم المعلم العالمي ليس مجرد يوم للذكرى، بل هو يوم لإيقاظ المسؤولية المهنية وتجديد التزامنا.
وتسلم المكرمون الميداليات والشهادات من ضيوف الشرف، هذا وقد حفلت المناسبة بعروض فنية وثقافية مميزة تليق بالمناسبة. يحتفى هذا العام باليوم العالمي للمعلم تحت شعار تمكين المعلمين، يتضمن تقدما مستداما من خلال تعزيز قدرتهم على المثابرة. وذكرت جمعية المعلمين في بيان بالمناسبة أن هذا اليوم يحمل العاملين في مجال التعليم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقييم الماضي من أجل الوصول إلى مستقبل أفضل. ذكر قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هبتة جبرو أن أكثر من 61 ألف مركبة تم تغريمها بنحو 10.5 مليون نقفة خلال الأشهر التسعة الماضية في الإقليم، ومن بين هذه المركبات 37,098 سيارة و15,068 دراجة هوائية و402 دراجة نارية و24 عربة حصانية. وقال الرائد هبتة إن 27 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 114 آخرون بإصابات خطيرة و409 بإصابات طفيفة، وتدمير ممتلكات بقيمة أكثر من 31 مليون نقفة في 2087 حادثا مروريا خلال الأشهر التسعة الماضية. وأوضح بأن الأسباب الأكثر شيوعا للحوادث هي القيادة تحت تأثير الكحول، والقيادة بدون رخصة قيادة، وعدم إعطاء الأولوية للمشاة، وكذلك عدم الحفاظ على المسار والمسافة. وأشار إلى معاقبة 202 سيارة ملكية بأكثر من مليون نقفة، وذلك بتعاون شرطة المرور وهيئة النقل البري لعملها في أنشطة غير مسموحين لها. وذكر السائقين وأصحاب المركبات بضرورة إعطاء الأولوية لحياتهم وحياة الركاب وتحمل المسؤولية وعدم تبادل الأدوات فيما بينهم لاجتياز التفتيش السنوي. بولو كلاوديوم. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت حركة حماس أنها سلمت إلى الوسطاء أي مصر وقطر ردها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وفي بيان أصدرته، أعلنت الحركة قبولها بعض عناصر خطة الرئيس الأمريكي للسلام، لكنها رأت أن البعض الآخر يتطلب مزيدا من التفاوض. وأشارت حماس في بيانها إلى أنها أجرت مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية، وكذلك مشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية ومع الوسطاء والأصدقاء للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة ترامب. وأعلنت الحركة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب، ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل. كما أعلنت حماس موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين تكنوقراط بناء على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي. تستعد الهند والصين لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة قبل نهاية أكتوبر الجاري بعد تعليق دام 5 سنوات، وذلك مع بدء تحسن العلاقات بين البلدين. وتوقفت الرحلات المباشرة بين الهند والصين خلال جائحة فيروس كورونا في عام 2020، ولم تستأنف بسبب التوترات الحدودية الطويلة بين البلدين. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان إن خدمات الطيران مع الصين يمكن أن تبدأ بحلول وقت لاحق من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن ذلك مرهون بقرار شركات الطيران المعنية من البلدين واستيفاء معايير تشغيلية أخرى وفق بلومبرج. وأعلنت شركة الطيران الهندية الأكبر إنديغو استئناف رحلاتها من كولكاتا في الهند إلى جوانغجو في الصين ابتداء من 26 من أكتوبر. شهدت العلاقات التركية الأمريكية توترا جديدا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تعليق خدمات التأشيرات في بعثاتها داخل تركيا، وردت أنقرة بخطوة مماثلة عبر سفارتها في واشنطن.
القرار جاء بعد سلسلة من الأحداث الدبلوماسية الأخيرة، حيث تم اعتقال موظف في القنصلية الأمريكية بإسطنبول بتهم تتعلق بصلاته بشبكة إرهابية وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية. وفي المقابل عبرت واشنطن عن قلق بالغ إزاء الاعتقال، معتبرة أن الإجراءات التركية تهدد التعاون الأمني المشترك بين البلدين. أوضحت السفارة الأمريكية في أنقرة أن تعليق خدمات التأشيرات يشمل جميع الطلبات الجديدة للتأشيرات السياحية والتعليمية والعمل باستثناء الحالات الطارئة والإنسانية. نختم هذه النشرة بالتذكير أهم وأبرز العناوين. اختتام الدورة 16 الرياضية لقوات الدفاع الإريترية. جمعية الأطباء الإريترية تنظم سيمينارا للطلاب حول الآثار الجانبية للإدمان. مكتب التعليم في الإقليم الأوسط يكرم المعلمين النموذجيين. حماس توافق على بعض بنود خطة ترامب لغزة وتسعى للتفاوض. الهند والصين تقرران استئناف الرحلات المباشرة بعد توقفها 5 سنوات. تركيا وأمريكا في مأزق جديد بسبب توقف خدمات التأشيرات. هكذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وياكم لنشرة الأخبار. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.